النهارده هعمل فراخ مشويه في الفرن بتتبيله مميزه جدا. هجيب كوبايتين زبادي، هحط عليهم معلقتين ملح ورشه فلفل اسود ومعلقه نعناع مطحون ومعلقه بابريكا مدخنه ومعلقه توم ومعلقه مستردة و3 معالق زيت ومعلقه عسل. وهجيب كده ليمونه قضايه كبيره كده هعصرها عليها. هقلب كل ده في بعضه كده. انا عامله النهارده وراك. التتبيله دي تنفع لاي حاجه طبعا، صدور ماشي، فرخه كامله ماشي. غسلتها كويس قوي بالدقيق والليمون وسبتها شويه كده، وبعد كده شطفتها كويس قوي تحت الحنفيه، وبعدين جبتها كده وهعمل فيها شوق لحد العظم بحيث ان انا ادخل التتبيله فيها تحت الجلد كده. وبعدين هبتدي بقى اتبلها. هحط الفراخ كده قطعه قطعه في التتبيله واخلي التتبيله تطول كل حته فيها من الجنبين وتحت الجلد وفي الشقوق اللي انا عاملاها. على فكره ممكن ما تحطوش نعناع فيها، هو الثوم والزبادي هما اللي اساسي. اي حاجه تانية انا حطاها عايزين تستغنوا عنها استغنوا عنها، بس هو الثوم والزبادي اساسي. الافضل طبعا تعملوا التتبيله دي من بالليل وتسيبوها بايته في التتبيله كده ليله كامله. لو هتعملوها في نفس اليوم بقى سيبوها 3 ساعات اقل حاجه يعني. انا حطيتها في الفرن ساعه كامله على درجه حراره متوسطه وما غطيتهاش وما حطيتلهاش ميه في الارضيه، وهيطلع منها صوص رائع جدا. بس طبعا هيبقى مركز يعني. انا كنت عامله جنبيها رز وخضار وكنت بحط الصوص ده على الرز كده يعني مع الخضار يعني. اتبقى مني شويه الصوص كده هوزعهم على الوش. وفي اخر 5 دقايق بس ولعت الشوايه عليه وهي سخنه مولعه كده، ولعت الشوايه ما خدتش معايا 5 دقايق. صوص وبس.